يا أهلا يا ولاد يا حلوين. أنا جدكم حكيم، وجيت لكم النهاردة بحكاية جديدة فيها حكمة هتخلي قلوبكم منورة. يلا اقعدوا حواليا واسمعوا الحكاية معايا. في يوم من الأيام كان فيه ولد اسمه آدم في مدرسة جميلة، ولد مؤدب وشاطر. بس في الفترة الأخيرة ماما كانت ملاحظة إنه آدم راجع من المدرسة زعلان وساكت، وكل ما تسأله: مالك يا آدم؟ حصل حاجة؟ يقولها: لا يا ماما، كله تمام. لكن الحقيقة إنه آدم كان متضايق جدا. كان فيه ولد في المدرسة اسمه كريم بيضايقه كل يوم، وياخد أدواته من غير إذن، وأحيانا يضحك عليه قدام أصحابه. ولما آدم فكر يحكي، كريم قال له: لو قلت لحد مش هتبطل مشاكل، خليك ساكت. آدم خاف وسكت، بس السكوت خلاه حزين أكتر وأكتر، لحد ما في يوم رجع البيت والدموع في عينه. باباه شافه وقال له بهدوء: يا حبيبي، إحنا دايما جنبك، احكيلي في إيه؟ سكت آدم شوية، وبعدين قرر يقول كل حاجة. حكى لماما وبابا عن كريم وعن اللي بيعمله في المدرسة. مامته حضنته وقالت له: شاطر يا آدم إنك حكيت، محدش ليه يخوفك أو يخليك ساكت عن الغلط. وتاني يوم راح بابا المدرسة واتكلم مع المدرسين، واتحلت المشكلة بكل احترام. كريم اعتذر وآدم رجع مبسوط وحس بالأمان، لأنه عرف إن الحقيقة عمرها ما تزعل ماما وبابا، بالعكس بتخليهم يعرفوا يساعدوه. وخلصت حكايتنا يا ولاد. لو عجبتكم القصة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة عشان تتابعوا كل الحكايات الجديدة. أنا جدكم حكيم وبحبكم كلكم من قلبي.